على ابو الارض. يا ريته خد الارض وخد الباقي وخد كل حاجه. يا ريته خد كل حاجه وساب اخويا هو اللي بيخشني. انا ابويا ميت وامي ميت وهو ميت. انا مش عادي لحد، انا مش عارفه حد يخش عليا. الوكيل في اللي عمل فيه كده حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا بننام ولا بناكل ولا بنشرب، وعايزين حق وعايزين ناس يساعدونا ويشوفوا مين اللي عمل فيه كده. انا جايه على الصوت لقيت الساعه 7 يوم لحد الساعه 7. عايزه بس يعني انوه للساده المشاهدين ان احنا النهارده موجودين في قريه كفر ابو الديب التابعه لمركز الابراهيميه. الساعه 7 على الصوت. صوت يا ولاد دي حريقه دي نار في ايه. فجيت لقيت مرته واقفه بره وبتصوت والناس عمالين يجروا، نجري الناحيه دي نجري الناحيه دي. ده لو ده صوت ناهي. يبقى جيت على هنا وبعدين دخلت قالت لي بقولها في ايه يا اختي في ايه انت بتصوتي ليه؟ قالت لي ادخلي وشوفي. ما دخلت لقيت اخويا متعلق في الارج ده هنا في المكان ده متعلق في الارج اللي مش يشيل حد اهو. وحته حبل زي حبل الجاموسه اللي فيها كده، حته حبل شرير ومتعلق فيه مش يخنق حد اصلا ولا يشنق حد. الحبل ده اخويا ميت ومعلقينه هنا ولاد الحرام. ولاد الحرام بعد ما موتوه على الارض الشارع كله قال هو مات الاول على الارض ورجع على جسمه مش في حاجه. والله العظيم اخويا كان طيب جسمه دافي. كان غلبان. فانا قلت رجلي كده ببص لقيت رجلي دافيه وشكله شكل انه صاحي مش ميت. ما لا لسانه طالع ولا عينه بوجه ولا حاجه، زي النعسان ووشه ابيض وجات كده لهوي هو ميت. طب النبي حلوا لي يا اولاد. الناس رجعت جري وبعدين حلوا يا اولاد ده صاحي، حلوا ده صحي. وصرت حطوه على الكنبه دي وصرت اهبط وابص فيه واهبط وابص فيه. يا اخويا يا اخويا قوم يا اخويا يا حبيبي. طب ايه اللي عمل كده؟ انت فيك ايه يا اخويا؟ واللي يجيب لبن يسقيه يقولوا كهرباء، واللي يجيب مش عارف. لكن هو كان متعلق في حبل في الارج ده. ولكن لما حضرتك شفتيه كان لفظ انفاسه الاخيره وكان توفى خلاص. لقيته خلصان. اجوا الناس اللي واحده ممرضه مسكت ايده كده قالت خد الصوت. اخويا كان محترم وكان مؤدب وكان مش حد زيه. اخويا كان بيقرا المصحف وكان بيصوم اثنين وخميس. اخويا مش يستعجل اعمل في كده. اخويا كان راجل محترم. اخويا انا عارفاه، انا اكتر واحده كنت عارفاه. انا اصغر منه بسنتين كان يقول لي انت بنتي وانت اخت. ليه انا عامل في كده؟ مش عمل يعني هو مش عمل حاجه يستحق عليها اللي عمل ده. يعني يموتوه من غير سبب. فين السبب اللي هو عمل؟ هو اجت هي بس العيله اللي كانت مع المشاكل وخدوا حقهم وقال مش رصاص جزائي. ليه يعملوا في كده؟ اخويا مش كان يستحق كده. اخويا كان راجل محترم ومؤدب وبيقرا في المصحف وبيصوم اثنين وخميس وبيصلي وعارف ربنا. ليه يعملوا في كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي وانت تكفي يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. اخويا مش كان يستحق كده. اخويا كان طيب والله العظيم ما كان بيعمل حاجه في حد. ليه يعملوا في كده؟ ليه انا عمال اسال اروح اقول بس لو انه عمل حاجه، لو انه عمل حاجه انا كنت اول واحده هقول هو ما هو يستحق، لكن مش عمل حاجه. اقسم بالله اخويا كان طيب. من جيم السنتين المشاكل دي كانت على قطعه ارض وهو خلصهم وجاب محامي على ايده. جاي محامي جاب محامي وقعد في دار واحد من هم كبير اولاد عمام وجابوا الناس وقالوا اللي له حاجه يجي ياخد. اللي خد 10,000 واللي خد 15 واللي خد 20 واللي خد 5. كل واحد ايه على ما يحس. يعني هو راضي الكل. اللي قسم عليهم والكبار اللي خد 100,000 واللي خد جرات ونص واللي خد دار على بعضها وحوش بتاعت الوليه دول. احنا مشينا نقدر نتكلم. واحد كانت عاينه فلوس مع واحد 200,000 قريب خده وقالوا محمد مش يتكلم. قال مش يتكلم. اجى واحد خد جرات ونص من هنا مش ادانا حاجه. قال يا محمد انا اخده من عمتي. قال ماشي. واحد عمي انا خد الدور وخد الحوش. اخويا مش اتكلم ولا واقف. ليه بيستكتروا عليه؟ اخويا مش خد الا ال4 جارات دولي وارض على البحر. يعني الخلاف وارض البحر دي هو شاريها لان الارض دي كانت مكتوبه باسم ابن عمه. يعني الوليه اللي ماتت دي كان لها ابن اخوها. كانت الارض دي مكتوبه باسم. راح واحد الله يسامحه بقى جاب اخواته اللي كانوا من امه ووقفوهم لاخويا. قالوا احنا عايزين حقنا. يعني مش كانت يقولوا فيها حاجه بس هم ورثوا من يعني ايه اخواتهم الام. تمام. ناس في اسكندريه وناس في بورسعيد. واحد راح جايبهم قال ده اخوكم مات الاستاذ محمد شوقي مات تعالوا خدوا حقه. يجوا وقفوا اخويا راح مديهم حقه وخلص الارض بتاعت البحر ده. اخويا شاريها الارض بتاعت البحر على المشاكل دلوقتي دي هو شاريها. مش حد له عنده حاجه. اخويا مش حد له عنده حاجه. يعني مثلا تفسري اللي حصل ده بسبب الارض؟ ما هي يعني مين له مصلحه كده؟
مين له مصلحه يموت اخويا اللي يكون عايز منه حاجه؟ بس احنا واخدين حقنا وهم واخدين حقهم. يعني كان معايا والله واخدين حقهم. بنته قالت لي ان هو حد قال له تتنازل عن ارض يوم الاثنين وقتلوه يوم الاحد. كان في مشاكل. هو المشاكل دي كانت من سنتين عدى. اللي هو هي لسه بقى اليومين دول بقى. اللي يعرف المشاكل دي ينسأل مرته وينسأل اخوها، هم كانوا معه يعرفوا عنه، انما احنا متجوزين في قريات بعيده. انا في قريه بعيد واخواتي في قريات بعيده، ومشينا على قولة اخوك توفى. احنا مش شايفين قصه الارض الا بعد ما هو مات. طب احكي لي، انا عرفت ان هو كان بيعمل اعمال خيريه وكده، يعني احكي لي كان ده عن بيحيي خلقه. الجمعه اللي قبل الجمعه اللي فاتت دي قبل ما يموت، كان ده الجمعه اللي هو مات فيها دي فرجوا على الحدايق والناس الغلابه والناس اللي هم جايب لي لحمه وجايب لي بتاع والحلاوه مدهنه يوم الجمعه. وعرفت كمان ان هو بني مسجد متبرع بارض للمسجد. بني المسجد اهوت ومتبرع بالارض بتاعته ومديها لهم على اول هو كان محترم. بلكي لو كان شيل والله لو قول كان شيله في خروج، والله لو شيل احنا والله لو شيل عشان ايه اخر تفاصيل حصلت ما بينكم وما بينه؟ اخر تفاصيل كان حدانا يوم الجمعه. كان يوم الجمعه اخر مره شفناه كان يوم الجمعه وجاب لنا جاب لكم كمان حلاوه المولد النبي كان يوم الجمعه اللي فاتت دي وجايب لنا حلاوه حاجات النبي قدامه وقعد معايا وقال لي كل سنه وانت طيب، قلت له انت طيب. وجالنا احنا ال5000 عينه واحده جالنا وجاب لنا قصه الارض احنا مش عارفه لما بعد ما مات. انا ما نعرفش مش نعرف الارض اللي بعد ما مات جالنا هو كان في مشاكل هنا على ابو الارض. يا ريته خد الارض وخد البام وخد كل حاجه اللي هو فاد يعني، يا ريته خد كل حاجه وساب اخويا هو اللي بيخشنا. انا ابويا ميت وامي ميت وهو ميت. انا مش عادي لحد، انا مش عارفه حد يخش عليا. انا كده انقطعت. انقطعت مش عادي لحد خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده فيك يا اخويا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب اللي عمل فيك كده تشوفها له يا رب. انا بطلب من الساده من الناس الكبار والرئيس، وبطلب من الناس يجيبوا لنا حق اخويا مش له حد. احنا 10 ولايه 10 ولايه وابنه عنده 14 سنه راح ثانيه اعدادي لسه. انا بطلب ان احنا ناخد حق اخويا بس. طلباتكم ايه؟ بس حق اخويا. انا عايزين حق اخويا بس، مش عايزين اكتر من كده، ولا عايزين فلوس ولا عايزين اي حاجه. حق اخويا بس. وبهدلت اخويا مات 3 موتات، موته بالطوب والحجاره وموته شنجان وموته تشريح. اخويا مات 3 مرات. اخويا مش كان يستحق نعمل فيه كده. اخويا كان راجل محترم ومؤدب وبيقرا القران. اخويا مش كان يستحق كده خالص. اخويا كان راجل محترم احنا عارفين. هو لو في غلطه انا هقول، لكن هو كان راجل محترم مش عمل فينا حاجه. الله يرحمه يا رب ويغفر له ويصبركم. والله كان حتى لو هتقولوا مش كان بيرد. احنا عايزين حق اخويا بس. ان شاء الله حقه يرجع، ربنا يصبركم. هو كان في حاله متابعينا. ما بقتش حاجه احنا عايزين حق اخويا ان شاء الله حقه مش يرجع. عايزين إلا احنا حق. بنشد يعني يا رب حضراتكم يا رب هات حق اخويا يا رب. يا رب هات حق اخويا يا رب. اخويا كان طيب يا رب، مش كان عامل حاجه يا رب. يا رب حق اخويا يا رب. مش طالبين لنا حق اخويا بس يا رب. يا رب